السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي أيها الإخوة الكرام، معكم الفنان جوبير ثاني مرة على القناة جالية تي في، وبالخصوص الموضوع اللي غيكون اليوم إن شاء الله بإذن الله، وهو موضوع ديال هاد الناس اللي تعيطوا علينا وتيسالونا تيقول لنا يعني تنتكرفسوا على الفنانة ولا تنعايروهم ولا هاد القناة هذه فيها ناس موظفين تيخدموا، عندهم ناس تجربه يعني في المغرب، وعندهم تجربه فنيه قديمه بزاف، يعني تعرفوا اي واحد في ديك البلاد منين جاب هاد الديسك وكيفاش وعلاش وشنو الحسن السيره ديالو في المغرب، واش هو فنان ولا غير مفروض علينا. هاد الجاليه قناه تي في هذه اللي استضفتني او ثاني مره، يعني والله العظيم يعني ما تتكذبش، الموضوع اللي كاين هو النقاط على الحروف، يعني الحقيقه المره وما تتقبلوهاش بعض الفنانه. علاش؟ لحقاش تجبد لهم داك الشيء اللي كاين، وحنا تنقدوا هذا الفن في المغرب، ما تنبغوش المواطن والمتلقي يمشي يعني مع هذاك الفنان على واحد الحاجه اللي هي تيخدم بها بافكار ديال الناس اخرين، تيخدمهم وتيدير بهم اموال كثيره وهما ماشي الافكار ديالو. ولو كان يعترف ويقول بان هذه الفكره راه خديتها من هذا السيد، ولا هذه الفكره هذه خديتها من هذه السيده هذه، ولا من هذا الكاتب هذا، فهاد الناس هادو تينكروا وتيجمعوا، يعني بالطريقه هذه تيجمعوا تيطويو وتيبقاو يعني دايرين واحد التغطيه فنيه في المغرب بما انهم هما فنانه وهما اللي واصلين، وحتى دوك المسؤولين ما عارفينش. لحقاش تيشوف واحد الانسان عنده واحد الفئه ديال الجمهور وتيبقاو يعيطوا عليه ويزيدوا يكبروه، ما عارفينش منين هذاك السيد جيب ديك الافكار. يعني هذيك الافكار راه ماشي ديالو، يعني ديال واحد السيد تتلقاه فقير وما عندوش وهو تيخدموا ليه دوك الافكار. فتجي قناه جاليه تي في هي ما يسمى يعني بالانقاذ الفني في دوله المغرب، يعني تنقدوا حنايا تنقدوا هذا الفن هذا في المغرب، وتنقدوه علاش؟ باش تكون واحد التصفيه فنيه مستقبلا، باش اللي عنده شي حاجه يزيد لقدام بها وما يسدش على الناس اللي مورا الفنانه الاخرين. وحتى المسؤولين خصهم يوعاو بهذه العمليه هذه، بان الناس كاينين فنانه كبار ولكن مساكن الغالب الله عليهم ما لقاوش الفرصه منين يدوزوا بين الجمهور المغربي الفن ديالهم. فيهم كتاب، فيهم ناس يعني اصوات، يعني اصوات حقيقيه، ماشي ديك الاصوات اللي تتصيب في الاستوديو وتتكوريجا وتنسمعوها على الاقراص، لا، هذه اصوات مباشره تتسمعها عند الناس خدامين الفنانه كاينين في المغرب، ماشي دوك الفنانين اللي تنصيبوهم وتنخيطوهم في الاستوديوهات باش نخرجوا لهم صوتهم مزيان، لا، هذا يغني لك مباشره تسمع صوته فقط. فجاليه تي في، قناه جاليه تي في تتعمل هذه العمليه ديال الانقاذ الفني في المغرب، ما يسمى بالانقاذ الفني. فاش يكون ان شاء الله مستقبلا والجيل الصاعد اللي جاي غادي تكون قضيه صافيه ناضيه، ما يمكنش شي واحد يغني شي ديسك ديال شي واحد وحنا راه ما تنتهموا حتى شي واحد ولا تنتفلاو عليه. حنا هذا البرنامج هذا سميناه النقاط على الحروف، يعني تقبلها ولا ما يتقبلهاش، ان حنايا تنغيروا على ثقافتنا وتنغيروا على الثقافه المغربيه وتنغيروا على هذا البلد الكريم، هذا البلد الجميل اللي هو جميل جدا، ولكن ما يمكنش حنايا نوسخوه بهاد الناس هادو. وحتى المسؤولين تنهضر حتى مع المسؤولين بان خصهم يوعاو بهذه القضيه هذه، راه ماشي نوضو كسب الجمهور، راه الجمهور راه انسان واحد، يعني يقدر يتخلى عليك، يقدر عطيتيه ما عطيتيش، الا مشاتش عارف بان انت هو النت اللي مصايب وكاتب وتتشري وتتلحن وتتعذب معاه وتتعطيه، راه حتى هو تيعطيك. اما لا غير تجي دير لنا ديك، شوف اي فنان وكان ما مبنيش على الصح تتولي بحال شي سحابه دايزه، يعني الوقت ديالك غادي ينتهي فقط، غادي ما تبقاش مطول. راه سهل باش توصل ولكن صعيب باش تبقى، هذيك باش تبقى هي فين كاين المشكل. فحنايا دابا تجي هذه القناه هذه اللي هي تبارك الله وصل على النبي عليها، للناس يعني ولاو تيستمعوا لنا بزاف، والناس يعني ولات عندها واحد الصدى كبير يعني في العالم العربي. فلهذا حنايا ما نقدروش نديروا واحد الحاجه من راسنا، لا، تيكون واحد البحث طويل، وعندنا مراسلين، ما تنساش بان كاينين مراسلين وعندهم اقداميه في الفن وتعرفوا اي فنان. حنا خدمنا في استوديوهات في المغرب تبارك الله، اي استوديو، اول استوديو كان ديال المحجوب وكان الاستوديو ديال المعزه في المغرب، ومن تما وحنا باقيين في الاستوديوهات، يعني هذا من ايامات الطورون ديسك، من ايامات الطورون ديسك اسطوانه، يعني ايامات الاسطوانه، من ايامات اسطوانات باش كنا حنا تنسمعوا الناس وتنسمعوا الفنانه والناس اللي الله يرحمهم وهذا الجيل اللي صاعد. راه حنايا ما تنكذبوش، تنقولوا الصراحه فقط، الصراحه، يعني النقاط على الحروف.
وبغاو يتقبلوها ولا ما بغاوش يتقبلوها، حنا مازال مستمرين في المسيره ديالنا ان شاء الله باذن الله. وباقيين فنان اخرين اللي عندهم سوابق فنيه مع الشعب المغربي تا هما غادي يتجبدوا ان شاء الله، وغادي تطرحوا، غادي تحيد عليهم داك اللي زار. رغم ما داروا الفلوس ماشي مشكل، ان الفلوس الا مشى ماشي تيمشيو وتيجيو، ولكن الفنان لا مشات ليه شخصيته مشات ليه ومشى ليه الجمهور ديالو، راه فقد الثقه صافي، ما بقاوش يتصوروا معاك الناس في الزنقه وداك الشيء. واخا يكونوا عندك الفلوس ما غاديش دير بهم حتى شي حاجه، ان القيمه الفنيه تتمشي لحقاش ما مبنياش على الساس. لو كانت مبنيه على الساس غادي تبقى بحال الممثلين، بحال الناس اللي دازوا معنا، اللي دازوا بكري، اللي دازوا قبل منا حنايا، اللي بقينا حنا بقاو عندنا في الذاكره وباقيين تنتفكروهم وتبارك الله عليهم وعن جداره واستحقاق خدموا الفن، ماشي غير جاو سرقوا الناس ولا نهبوا، داروا ديك عمليه القمع الفني ما يسمى بال اشياء كثيره يعني باش نسميها، ولكن لازلنا مع حلقه ثانيه ان شاء الله، ومعنا فنانين اخرين اللي عندهم سوابق فنيه ان شاء الله في المغرب، اللي غادي نتوجهوا لهم وغادي نحيدوا لهم ذاك الستار ديالهم ان شاء الله. وشكرا لجاليه قناه جاليه تي في، شكرا لقناه جاليه تي في، الحمد لله.